السلام عليكم. تعالوا بقى نشوفوا فيديو النهارده بيتكلم عن ايه عشان ما اطولش كتير عليكم. ممكن اسال واحد فضلات البهايم لما بتنشف بيتقال عليها ايه؟ جل. يعني مش جله؟ تحسه قريب دكتور محمود صلاح يعني. ما اسمهاش جله يعني، فاهم انت؟ يعني هي في حاجه اسمها جله اصلا؟ ده اللي كان ناقص بجد. حلو قوي ده. هو رقم واحد يعني حسيت ان هو في عرج الصعيد باين عليه، بس حسيت ان هو مش فاهم. يعني انا حاسه بصراحه يعني مش صعيدي قوي يعني، لسه معلوش طار. مش عارف الجله. ما طلعش المندره. هو لا لسه مش صعيدي قوي، لا محتاج يبقى صعيدي اكتر، محتاج يبقى متمرس في الصعيد. ما لا. السؤال رقم واحد، زي ما قال لك فضلات الحيوان دي ليه بياخدوها بيروحوا يرموها للزرع؟ انت قاعد في القاهره بقالك كتير؟ لا انا شايف ان دي معلومه مالهاش دعوه بالصعيد خالص، ولا ليها دعوه بالشرقيه بقى، ولا اسكندريه، ولا القاهره. يعني معلومه بسيطه، اي طالب في اولى اعدادي هيجاوب عليها. سماد يعني، سماد يا اسطى، سماد مفيش يعني. ليه هياخد خرا الحمير يحطه في الارض عشان سماد يعني؟ قد ايه؟ من زمان يعني ما رحتش السواق قبل كده؟ قليل أوي. انت ما تعرفش يعملوا ايه بخرا الحمير في الارض؟ لا انت اكيد ما رحتش الصعيد. انت اكيد ما نزلت الصعيد اكيد يعني. انت ازاي كده؟ انت كده مش صعيدي لو ما عرفتش المعلومه دي. يعني انا مش فاهم بجد. تقييماتكم غريبه يا جدعان، مش فاهم. انتظرونا في الجزء الجديد من 6 جيم. هيبقى ماشي ازاي بقى؟ هي اللعبه دي كل ما تبص لهم الواد ده هينط عليها، اول ما تدور وشها الواد ده هيثبت والبت تجري، وهكذا هنفضل بقى كده لحد ما نشوف مين الاول هيخش في ظهر الدبدوب، وهكذا. طب ايه رايك في ويجز؟ حبوش ليه يا عم عادل؟ حبوش ليه؟ انا بتفرج على ادم موجي كتير وبحبه جدا، بس عنده مشكله واحده بس، تحسه بيعترض مع الناس الغلط يعني. مين بيعترض على عم عادل؟ يعني عم عادل انت ممكن لو اعترضت عليه، لو حس دقيقه انك رايه غير رايك، ممكن يقوم ياكلك عادي جدا انت والسيت اب كله. ايه يا عم عادل؟ صلي على النبي. اسكندراني يا عم عادل. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. بحب اكل ملوخيه، هتاكلني مكرونه؟ ايه؟ يا جدع قول له ماشي، يا جدع قول له ماشي. ده واحد بيقارن ملوخيه بمكرونه، واحد بيقارن حاجه يعني حاجه مالهاش دعوه بحاجه. عادي عادي هتعترض. هو بيتلكك لك اصلا عشان هو بيحسك بتعترض فبيسحبك، عشان لما تعترض تاني والله العظيم هيفعصك. بس عمر الباب ما تنامش والباب مفتوح. يعني ايه الجمله ليه؟ يعني ما ينفعش تنام ليه والباب ما نامش مفتوح. والباب مفتوح؟ يعني حضرتك ما تعرفش بتقول المعلومه ليه؟ طب كملها صح. طيب يعني كملها صح. برضه انت تفكرني مدرسين علوم يقعدوا يحكوا بقى عن مش عارف ايه والكرومون مش عارف مين وفي ايه جوه في جسمك، ومش ديناميتا واميتا وكلام غريب كده. في الاخر طب ليه يا استاذ بيحصل كذا؟ ما اعرفش. طب انت بتشرح ليه؟ طب انت ليه دخلت الكليه بتشرح لي؟ ليه بتشرح؟ انت تعرفش، اما مين عارف مين؟ باب ايه بالظبط؟ باب باب الاوضه؟ الغرفه طبعا. يعني باب الشقه بيبقى مقفول. ولا تدي ظهرك للباب. يعني انا خايف اسال ليه يقول لي ازاي هتخش تنتك. انا خايف. طب عم خواجة عنده حشيش، لا 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 لا، حتة بيور من نوع النديق، لا 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 لا. يعني صدقني مفيش غيرك اللي خواجه في الفيديو ده كله. يعني انت الوحيد الخواجه، انت وصاحبك في الفيديو ده كله، ولا انت ولا عم خواجه ذات نفسه. يعني عم خواجه ذات نفسه انت اخوج منه بقى. تلاتة معه سبعة ازازة مطريشة 3 اكس ريمكس ابليس حاحا دوت كوم. بديله فلوس وبقول له هات، بيقول 3 ولا 7. طب عم خواجة حشيش ونديل. بصوا دول هيغنوا كل الاصناف، وبصراحه انتوا وقتكم يعني ممكن تشوفوا حاجات احسن من كده كتير على النت، احسن من اللي انا بجيبه دوت. فعشان نقفل الفيديو ده على خير، اتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا بالفيديو دوت. لسه على وعدنا ان شاء الله 100 مشترك، نلف اسكندريه لفه حلوه كده، نفرجكم على احلى الاماكن في اسكندريه باذن الله. وبشكركم على المتابعه. اسف على الغياب 4 ايام ما نزلتش اي حاجه، بسبب يعني صيف بقى وكده ومروح وجاي فرهضه، فالواحد مثلا ممكن يوم يومين 3 4 كده ما يقدرش ينزل، خصوصا الجيم والصيف يعني وكده. ف معلش. بس باذن الله هننتظم من اول النهارده. وشكرا على المتابعه ومع السلامه.